ماسك انك تدخل الصوره جوه الدايره دي. مبدئيا الدايره دي لازم يكون لها لون. هستاذنك توصف لي اللاير اللي انا واقف عليها دي. لاير شيب فيها دايره صح؟ حوالين الدايره لون ايه؟ بس كده 10 على 10. هروح على الديسك توب وهاجي هنا كده وهضغط انتر. قدامي 3 اختصارات للكليبنج ماسك. الثلاثه هم ايه؟ اول حاجه كليك يمين، 3 طرق مش 3 اختصارات. اول حاجه ايه؟ تاني حاجه جنبها على طول. طب والثالثه؟ قلتها لكم من شويه. الت ونضغط فين؟ ما بين الايه؟ صعبه؟ في اي مشكله كده؟ متوقع ايه اللي يحصل؟ هقول لك تاني. متوقع ايه اللي يحصل؟ تدخل جوه الدايره. طب بالموف تول تقدر تصغرها وتكبرها. حلو. تعالوا بقى هنا مستطيل. مستطيل لونه اسود خليته كيرفات والت وكررتها. اقف على الموف تول والت وايه وكررتها. تمام كده يا شباب. الت تاني اهو وكررتها. بقى عندي كام لاير؟ حددتهم كده اهو برضو وقلت له جروب. قلت له ايه؟ وجبت صوره تانيه خالص هي نفس الصوره وقلت له كليك يمين كرييت كليبنج ماسك او كنترول الت جي. دخلت جوه جروب اوف لاير. نقولها صح عشان نفهمها. جروب اوف. حلو قوي. صعبه؟ وانا ممكن اجمع اللايرات دي بطريقه تانيه. مش انت حددتهم؟ عندك كنترول اي او ميرج شيب. ميرج ايه؟ بس للاسف بقى كده خلصت. ما تجيش تقول لي بقى انا عايز اعمل لهم ان جروب ان ميرج. مفيش ان ميرج. خلصانه كده. انت عملتهم في لاير فبالتالي اتجمع خصائص لون واحد. الثانيه ينفع نعمل لهم اكتر من لون. هنا لون واحد. صعبه؟ 100 100. تعالوا نجيب يلا الصوره ونعمل اختصار. ماشي. الت كنترول شيفت جي. برافو عليك. فل كده. نعملوها كمان مره معلش بس بالشباب. يلا اعملوها دلوقتي.